دي المفروض انها اول حلقة من البودكاست اللي غالبا مش هكمل فيه ده. دي الحلقة التجريبية، اول حلقة تجريبية من البودكاست بتاعت قعدة شباب. في الحلقة دي انا معايا مازن هاني. اهلا بيكم يا شباب، عاملين ايه؟ لو ما تعرفش مازن فهو يوتيوبر صاحبي. مازن عنده بتاع 4000 سبسكرايبر و100000 فولور على التيك توك، فاعتقدت ان هو هيبقى مناسب للحلقة دي علشان هنتكلم في حوارات مهمة. اول حاجة احب اتكلم فيها ان اي شاب مراهق مثلا ولا حاجة زي كده بيصحى من النوم يقول انا عايز افتح مشروع. ايه المشروع اللي بيبقى عايز يفتحه؟ غالبا بيبقى عايز يفتح مشروع متعلق باللبس، ان هو يبيع لبس اونلاين. مازن خبرة في المجال ده بقاله فترة كبيرة، دي فعلشان حقيقة. كده انا حسيت ان هو ضيف مناسب للموضوع ده علشان يشرح لنا المشاكل اللي انت ممكن تقابلها. انت مثلا لما بدأت تمام. في حوار اللبس، اه ايه اول مشكلة قابلتها مثلا؟ ايه اول مشكلة قابلتها؟ هي الخامات، واعرف اخد خامة كويسة تدي اه للمشتري ده قيمة مقابل سعرها. اه انا اول ما فكرت في قبل كده فكرت في حوار اللبس ده، لما جيت افكر فيه دايما بتبقى اللي هي المشكله اللي محطوطه في النص. مصنع، طب اكلم مصنع مين؟ طب الخامه، طب هل هتبقى 100% قطن؟ طب اعرف منين انها 100% قطن؟ طب هكذا طب هكذا طب هكذا. انت بقى فضلت تلف مثلا على مصانع وحاجات بص، زي انا كده ما ولا؟ لفتش على المصانع عشان الحمد لله واحد صاحب ابويا كان عنده مصنع، فدي اه سهلت لي الطريق شوية. اه طبعا لو عايزين المصنع يعني مفيش مشكلة، اديه لكم عادي. اه وتاني سؤال كنت ايه؟ كان ايه؟ إيه اللي هو الخامات؟ بتعرف منين هل الخامه دي هي حلوه قطن هكذا هكذا هكذا؟ عشان انا امي اللي لازم تعرفني في الموضوع ده، فما اعرفش كتير في المجال ده. بص، اهم حاجه ان انت تعرف القطن ازاي. تخش على فيديوهات يوتيوب كتير، تمام. مثلا قال لك مثلا انا دي باراسول 24 على واحد، دي الخامه دي حاجه انا اعملها اهي. اه ده اللي ورا، ماشي، دي حاجه انا روج بعملها. روج 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 لا، روج انا مش بروج ولا حاجه يا عم، كده كده خلاص خلصوا كلهم. اه فاسمه ايه ده؟ فدي حاجه انا اللي عاملها. ده انا طبعا ايه، نزلت كذا مره في شارع اسمه شارع 18 في جسر السويس، ده في مصر عادي جدا. بس في مشكلة بقى كبيرة في الموضوع ده. في ناس كتيرة بيفتكروا اه انا هفتح محل لبس، ارفعه انستجرام، نزل يا ابني الصور والموضوع سهل على كده، خلاص الفلوس هتبدأ تخش عندي في الحساب بتاعي. بس انك تروج للبس غالبا بيبقى صعب. يعني انت مثلا ايه اللي جربته في حوار انك تروج لللبس اونلاين؟ بص، هو الاونلاين صعب جدا على غير على ارض الواقع. يعني اه هو عايز لو انت بتبدا براس مال صغير اه هتعاني شويه. انا كنت ببدا براس مال صغير اللي هو 2000 ل 3000 جنيه. اه فده راس مال صغير جدا ان انت تعمل تيشيرتات وتبيعها بثمن معين. مم. تمام. فحوار هو كل حاجه سهله من اول ما تبدا لحد ما تخلص البتاع ويكون عندك اللبس. مم. بعد كده الصعب بقى بيبدا. يعني هي اللي الحتة الصعبة في انك تعمل الشيء، بس بعد كده تروج له. دي هي اصعب حاجه. المشكلة الكبيرة في الموضوع. دي اصعب حاجه في الموضوع كله. اه طبعا الحاجه اللي واجهتنا في التسويق اللي انا كانش معايا بادجت كبيره جدا اللي انا اعمل بيها اعلانات. مم. فانا ما كنتش هقدر اعمل اعلانات، فكنا بننزل الشارع بنبيع الحاجات دي في الشارع. فبس. وطبعا استعينت بناس كتيره جدا، منهم مش لازم اقول اسمه منهم محمود صاحبي، واحد صاحبي، ومنهم مم. برضك صحابي تانيين اسمه عبد الله وباسل وعمر تامر وكل الناس اه دي. هي طبعا. دي برضو حاجة في حوار اللبس ده. في ناس مثلا كتيرة لما بيعملوا منتج، يعني بعيدا عن الموضوع ده ماشي، موضوع تاني تفرعي ليه. ناس كتيرة لما بيعملوا منتج بقول لهم مثلا عموما طب ما تجرب تعمل فيديوهات على التيك توك، طب ما تجرب طب ما تجرب طب ما تجرب. الموضوع ده بينفع بس صعب. موضوع انك تروج للتيك توك، ناس كتيرة بيفتكروا اللي هو انت سهل، انت هتنزل فيديوهات للتيك توك وهتجيب مشاهدات. بس الموضوع صعب بكتير عن كده. انا جربت التيك توك كذا مرة، والتيك توك صعب انك تكبر عليه، صعب انك تجيب المشاهدات غير لو كنت بنت يعني. بس بعيدا عن الموضوع ده، فانت لو عايز تكبر على التيك توك في حاجة جامدة فشخ في الموضوع ده. انت مثلا كبشري، انت كل معلوماتك مذاكرتك انك تحل سؤال رياضة وتغلط فيه وتعرف تحله في المستقبل، كله انك بتديتكت انماط، بتبص على انماط متكررة. انا السؤال ده حليته كذا مرة غلط علشان غلطت في خطوة رقم 14، يبقى هي خطوة رقم 14 المشكلة ازاي احلها. في التيك توك الموضوع الجامد في الموضوع ده انك عندك فرص لا نهائيه. يمكن على اليوتيوب لو انت نزلت فيديو وحش قناتك بالشفا، خلاص الريتش يبدا يقع والمشكله والليله دي كلها. بس على التيك توك تقدر تفضل تنزل براحتك، تقدر تنزل كل يوم 14 فيديو. تنزل 14 فيديو تلاقي ال 10 فيديوهات دول ما جابوش مشاهدات عشان الخلفيه كانت ضلمه، يبقى لا في المستقبل اخلي خلفيات منوره. فالجامد في التيك توك انك ممكن عادي في شهر تكون منزل 300 فيديو ولا حاجه. فلما تنزل 300 فيديو ايا يكن المنتج غالبا اللي انت عايز تبيعه، عايز تبيع ساعه، عايز تبيع كذا، عايز تبيع كذا،
في البدايه بتفكر في الموضوع، طب انا هروج لها ازاي على التيك توك؟ يعني التيك توك هل اطلع اقول لهم بصوا الساعه بتاعتي حلوه قوي اشتروها؟ الموضوع هيبقى صعب. بس لو انت نزلت الفيديو ده فعلا، اخدت الفيديو اللي انت خلاص محفور في دماغك انك هتقول لهم على الساعه بتاعتك، فيديو 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 فيديو، هتبدا تجيب مشاهدات. في واحد صاحبي مثلا كان بينزل محتوى عن الجيم، قعد ينزل لفتره كبيره مش راضيه المشاهدات بتاعته تكتر خالص. بعد كده مع الوقت فيديوهات عماله تجيب و100,000 مشاهده وفيوز كتير عاليه، لمجرد ان هو نزل كتير. فده الجامد في التيك توك، انك تقدر تنزل كتير براحتك. فالمشكله بقى في الليله دي كلها برضو ان في ناس مثلا كتيره بتحاول تدور على حاجه اللي تجيب مشاهدات. ماشي، لو انت بادئ على التيك توك او حاجه زي كده، دايما بتدور على الحاجه التقيله، المجهود، الحاجه اللي تحطها. انا عايز اقول حته هنا. بص، انت اهم حاجه ان انت تكون بتحب المحتوى اللي انت بتعمله. يعني انا دخلت في الجيمنج وقلت انا ايه، انا بحب الجيمنج، وانا كده كده ايه بحب الجيمنج من سن حوالي 8 سنين، فاهمني؟ وانا بحب الجيمنج وبحب العب. فقلت ايه، ليه ما اعملش محتوى عن جيمنج والناس تتفرج معايا وانا بلعب عادي؟ فعملت المحتوى ده. بدات التيك توك بتاعي من شهر 12 السنه اللي فاتت، من 2021. لا 2020. تمام. ما عانيتش قوي عشان انا كنت الصراحه ما بنزلش فيديوهات كتير، وطبعا ده عيب التيك توك، اللي انت ما تنزلش فيديوهات كتير مش هتعلى كتير. صح. بس خدت بقى موضوع جد جدا، وقعدت ايه شهر بنزل فيديوهات. شهر بنزل فيديوهات كل يوم 3 فيديوهات، الفيديو الساعه 12، فيديو الساعه 3، فيديو الساعه 6. تمام. كان الفيديوهات دي بتجيب لي كام؟ ثانيه اوريكم احصائيات معينه، مش عارف كاتبها ولا لا. انا اكون كاتبها. اللي هو ناس كتيره برضو ما بتاخدش باله ان المجهود في التيك توك مش مجرد بتحط المجهود بيطلع لك النتيجه. بص ماشي. اليوم الاول، تمام، اليوم الاول انا زدت، انا كان متابعيني 262,000 واللايكات بتاعتي 360. اليوم الثاني بقى 68,000. يعني انا زدت 4000 5000 جنيه. ده بعد 5000 الشهر في يوم. ولا ده في يوم واحد. فهمت. ماشي، ده التحدي اللي هو بتاع الشهر. انا الصراحه قعدت فيه اسبوع وما كملتوش. تمام. بقى مع ان الارقام كويسه. ثالث يوم بقى 69,000 و417,000 لايك. لحد اليوم السابع اللي هو اسبوع من تنزيل الفيديوهات اليومي بقى عندي 80,000 و500,000 لايك على التيك توك في اسبوع واحد بس. يعني انا زدت في اسبوع واحد فوق ال 20,000. وده جامد في الموضوع على فكره، ان في مثلا لسه احصائيه شايفها قريب ان اغلب الشباب مثلا اللي على التيك توك بيبقوا من سن 16 ل 24، اللي هو السن لو انت عايز تعمل فلوس غالبا بتتجه له. مثلا انت عايز تبيع منتج او حاجه غالبا بتتجه له. فوق ده كله ان اغلب الشباب المتوسط بتاعهم بتخش على تيك توك تتفرج لمده ساعه. ساعه ده المتوسط. ساعه دي اللي هي مثلا بتاع حدود كام، 100 تيك توك، اكتر من 100 تيك توك بكتير. فلو انت في فرصه كبيره، بس برضه محتاج تحط مجهود كتير، محتاج انك تبذل مجهود لفترات. في ناس كتيره مثلا بيقولوا بيصحوا من النوم بيقولوا لا انا هتمرن على 20 العضله بتاعتي كلهم، هنزل التمرينات كلهم في يوم واحد. بس طبعا كلنا عارفين انك هتتصاب. نفس الكلام في التيك توك. ناس كتيره مثلا بيقولوا لا انا هبدا الاسبوع ده انا هنزل 200 فيديو. بس لا، انت مش محتاج تنزل 200 فيديو. تنزل النهارده فيديو، حسيت ان نفسيتك حلوه، نزل بكره فيديوهين، وهكذا وهكذا لمده طويله. لو استمريت على الموضوع ده لمده طويله هتبدا فعلا تلقط الانماط اللي بقول لك عليها، تلقط الغلطات اللي انت بتعملها، وفعلا هتلاقي مشاهدات في الموضوع ده. دلوقتي بقى في حاجه مهمه تحديدا خصوصا ليك، انت لسه هتخش ثانويه عامه السنه الجايه. انت بقى ناوي تخش كليه ايه؟ وايه النظام اللي انت عايز تخش فيه؟ علشان انا بحب اخد اراء الناس قبل ما يخشوا الثانويه العامه، وبعد كده اشوفهم ايه الدنيا معاهم. هل النظام ده كان ماشي؟ هل توقعاتهم مختلفه؟ هل شافوا الثانويه العامه والمفروض تحضر كل الدروس كل يوم وتنزل من 6 الصبح وتقعد لحد بالليل خالص وتتعب ولا لا؟ فانت مثلا ايه النظام اللي ناوي عليه؟ مثلا من شهر امتى هتبدا؟ بص انا من شهر امتى هبدا؟ من شهر نص 9. ليه؟ عشان انا الصراحه مش عايز ابدا دروس. الصراحه ما بحبش الدروس خالص، وما بحبش السناتر جد خالص. يعني اكتر حاجه بكرهها السناتر. ليه اقدر اقعد على كرسي لمده اكتر من 6 ساعات؟ فاهمك. بالذات في ثالثه ثانوي. يعني انا في اولى ثانوي وثانيه ثانوي انا ما خدتش غير درس واحد ولا درسين بس، اللي هو كان تاريخ وجغرافيا، حاجه شبه كده. كنت حتى ممكن ما اخدش مراجعات، ممكن اخدها على اليوتيوب عادي. فبس يعني الحمد لله كنت ربنا بيعديها يعني. وانا عايز اخش كليه ايه؟ هي مفيش كليه محدده. تمام. بس هو بتتراوح من سياسه واقتصاد لحد مثلا اعلام، حاجه شبه كده. طب ما حلو معاك حته اعلام على فكره. انت داخل بايدج كبيره. يعني مثلا في ناس كتيره مثلا ما بيلاحظوش انك تبدا في شغل مثلا اليوتيوب والحاجات اللي زي كده
بيديك قدره كبيره. يعني مثلا مازن ده مش محضر لاي حاجه قايلينها، انا اللي اه محضر. دي حقيقة. بس بدأنا عمال دايس معايا ضغط كبير. ليه؟ علشان مازن بقاله كذا سنة على اليوتيوب بينزل محتوى. الحاجات دي ما بتتعلمهاش غير من الخبرة، غير انك تفضل تنزل لفترات طويلة، تنزل كل يوم وحاجات شبه كده. فانت مثلا لو دخلت اعلام اعتقد ان هيبقى ليك مجال جامد كبير انك تكتسح. لو انت داخل تتمنظر عليهم اه اساسا، دي داخل حقيقة. عمال تتمنظر عليهم، ايه ده انتوا لسه انتوا بتبدأوا؟ لسه بتبدأوا، يا 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 خالص، يا يا احنا صغيرين بنعمل اوي. الحاجات دي من 16 سنة. ايه ده البروجكت اللي عندنا ده؟ في ناس مثلا عندنا في البرمجه اللي هو البروجكت اللي انتوا بتاخدوه ده، انا كنت بعمله وانا في 14 سنه، فاهم؟ وانا في اعدادي كنت بخلص التاسك ده. ايه ده يا سلام، المشروع بتاعكوا ده صغير. اه بس بقى الجامد في الموضوع ده بقى برضو الحاجه التانية اللي عليك، انك انت برضو بتحاول انك تدوس في مجال تاني بجانب الدراسه. عشان مثلا في ناس كتيره بتفتكر انك انت الدراسه اخرها، الدراسه ممكن تخليك غني، ودي طبعا حاجه كدب دي خالص. واي حد استحالة، قال لك على الموضوع دي ده، لا استحالة. لا، ده كدب خالص. مفيش وظيفة في مصر اه تقدر تخليك غني خالص. انت ممكن ما تبقاش غني، بس ممكن تاخد المرتب اللي انت شبه عاوزه بعد كام سنة، مثلا بعد 30 40 سنة. اه لو انت مش شغل متواصل، يعني انت بقى عندك 40 50 سنة بقيت تاخد مثلا سي 10 15 الف جنيه، ده المرتب اللي انت عايزه. لو انت اه اصلا حاليا عشان تعرف تتجوز لازم تاخد 15 ل 10,000 جنيه عشان انت حتى تعرف تفتح بيت، ويكون برضك البيت ده مش مستقر قوي، ممكن ينهيار في اي وقت لو انت ما عندكش. اه حقيقي، لو اه انت ما عندكش كذا مصدر دخل، حتى لو مصدر دخل وقع، تمام، انت عندك كذا مصدر دخل تاني يشيلوه. فده لازم، ده اه لازم اصلا، ومفيش وظيفه في مصر ممكن تعمل الحاجه دي. وعشان كده مثلا في ناس مثلا في الثانويه العامه كتير بيجيب مجموع وحش، جاب 50%، جاب 60%، 70%، بعد كده بيقول يا انا حياتي باظت او كده. مثلا انا لما جبت مجموع كويس ماشي، وكنت داخل هندسه، بس هل عن حب؟ لا. هل عن عيلتي بيقولوا لي في كذا دخل في هندسه بيقبض مرتبات كذا. بعد ما دخلت سنه سنتين ثلاثه، اكتشفت ان الشخص الفلاني مثلا ده اللي بيقبض مرتب 100,000 جنيه في الشهر او حاجات زي كده، ده بيعمل اللي احنا بنقول دلوقتي. ده اللي فاتح مثلا بيج فيسبوك بينزل عليها ميمز، ده اللي عامل قناه يوتيوب، ده البروجرامر، ده فريلانسر، ده اللي بياخد كورسات وبيشتغل على نفسه، ده. فانت مثلا كشخص في ثانويه عامه، دي حته المبالغ ال 2000 جنيه مثلا في الشهر، دي الفئه المتوسطه والفوق متوسطه، دي الاغنياء. انت كثانويه عامه ككليه انت اخرك هنا، الامتيازات بتاعتك اخرها اه هنا. اخرك من اه ممكن كمان 2000 جنيه، ده شبه متوسط المرتب في مصر. يعني اه ممكن انا شايف مهندس، عارف واحد صاحبي اسمه، واحد صاحبي مهندس بياخد 2000 ونص 3000 جنيه. يعني انا اتعب مثلا فوق السبع سنين 8 سنين بثانوي واخد 3000 جنيه، لا ما انا اروح اه اقعد في سوبر ماركت هاخد ال 3000 جنيه برضه، فليه يعني اتعب في الحته دي؟ اه وبلاش هندسه، بلاش هندسه ليه؟ عشان بقت كل الناس بتتجه للهندسه، غير بقى لو انت تتجه للهندسه بحاجه مجال كبير مثلا زي جامايكا كده. ما هي انت المشكله في هندسه برضو ان في، يعني في اقسام عندنا مثلا زي مدني والاقسام اللي زي كده. لا مدني دي اه مليانه ناس، اه مليانه مليانه ناس. حرفيا. فانت لو عايز تشع في سواء ايا تكن الكليه انت دخلتها، اداب، تجاره، دخلت في طب، في هندسه، لو انت عايز تشع وتبقى الفئه الاغنياء دي، مثلا كاصحابي اللي في مدني بياخدوا كورسات، بيشتغلوا على نفسهم في الدراسه. لو انت شلت الحته دي او تجاهلتها تماما، انت بالشفا انت انت اخرك اخرك متوسط او فوق مرتب متوسط. 2000 3000 ايوه جنيه وبالعافيه كمان، ايوه بحوافز بكل حاجه. يعني اه ده خلاص. يعني انت لو بتحطهم بنزين العربيه كلها هيخلص. فيعني اللي هو انت مثلا لو افترضنا في حد بتاع طب اشتغل على نفسه وجاب امتيازات كلها كمتوسط، قصاد حد بتاع تجاره بدأ مشروع مثلا ليه في اولى وفشل 12 مره، وعلى سنه رابعه كان معاه مشروع ناجح بيدخله دخل، فبتاع طب هيبقى شغال عند بتاع تجاره. انا مش بقول لك كده كميمز وهزار، وشوف بيل جيتس ازاي ما اتخرج من غير ثانويه عامه وحاجات زي كده، بس لا، ده حرفيا اللي بيحصل. انت كطب انت هتبقى دكتور هتشتغل عند حد، انت كلاعب كوره مع ان مرتبك عالي انت لازال شغال عند حد، امم فاهم؟ فحتى لو مرتبك عالي ده في حد بيقبضك، والحد ده بيقبض اكتر. اه ماشي، دي فهي حقيقه. فهي هي هي ببساطه كده، طالما انت امم بتقبض مرتب في حد فوقك بيقبض مرتب اكبر منك خالص. بص انا معتقد اصلا ان الوظيفه دي بتكون حاجه شبه، انت اه بيستعبدوك يعني، بقاش ايوه ايوه موظف عايزين موظف، لا، احنا مش ايوه عايزين موظف، لا احنا عاوزين عبد للشغل. تمام، يعني انت مثلا بسم الله الرحمن الرحيم 9 ل 10 ساعات شغل، اللي انت ما عندكش حياه خلاص. اه 9 ساعات، 9 ل 10 ساعات شغل دي يعني انت هتروح تاكل وتنام، مفيش اكتر من كده. حتى مش هتعرف حتى اللي هو ايه
تدرس حاجه بتحبها، او مثلا تذاكر كورسات، او تعمل حاجه زي كده، او تنزل تشتغل كحاجه انت بتحبها، او حاجه اللي هي ايه، مصدر دخل تاني، بس المصدر الدخل التاني ده انت بتحبه وعايز تأدي فيه. زي مثلا اللبس ده كان مصدر دخل تاني، انا كنت ايه، بحب اللبس وحبيت اجرب فيه فنزلت اجرب فيه. عامة نجحت او فشلت، انت كده كده جربت الحمد لله يعني. اه، بس ما لو ده الناس كتيرة ما بتلاحظوش من المجالات اللي زي كده. انت ايا يكن المجال اللي انت هتخشه، مثلا افترضنا بقيت بروجرامر، بقيت فيديو اديتور، بقيت بتعمل فيديوهات يوتيوب، بتنزل ميمز على البيدج بتاعت الفيسبوك بتاعتك، انت ممكن يبان النجاح على الورقة بتاعك بعدد اللايكات اللي انت جبتها على البوست، بس انت دخلت في كذا مجال. يعني انت مثلا بتخش في مجال اليوتيوب ده، انت بتتعلم ازاي تعمل اضاءه، تسيت اب الاضاءه بتاعت التصوير، دي لوحدها شغلانه. ازاي تخرج فيديو، دي لوحدها شغلانه. فيديو اديتور، تعمل سمنيلز، تعمل. فانت مم. اوريدي لو قناه اليوتيوب بتاعتك جابت 100 سبسكرايب، انت اوريدي عملت ليك نجاحات فرص، كتير كتير ليك قوي. فرص لشغل تاني ممكن تشتغله في السوق. اه. فاللي هو النجاح مش على حته اللايكات بس، ولا حته السبسكرايبرز، ولا حته النجاح اللي تقدر تمسكه في ايدك المادي. لا، مم. النجاح على الخبره، دي الحاجه اللي فعلا هتقويك للمستقبل، مش مجرد انك تقعد تمشي في الكليه وتاخد امتيازات حاجات شبه كده. او ممكن هتخليك تبقى قوي في احتمالات انك تبقى في حياه فوق المتوسطه. اه بس مش اه. هتكون ممتاز يعني، مش اه. هتكون مثلا عندك الفيلا والعربيه المرسيدس والبي ام اللي عندك تحت الجراج، اه. ومراتك اللي حلوه وبتاع، وعيلتها جامده جدا يعني فوق المتوسطه. اه. فانت عشان حتى تاخد البنت اللي انت بتحبها لازم يكون على الاقل انت دخلك نفس دخل ابوها او اكتر كمان. يعني انت دخل ابوها مثلا عنده 50 سنه، ابوها مثلا بيقبض 10000 جنيه، انت لازم عشان تاخد بنته لازم بتقبض نفس ال 10000 جنيه حتى وانت عندك 20 سنه، لو تاخد بنت وانت عندك 20 سنه. فهي دي العقليات اللي في مصر حاليا. اه. اللي هي المشكله برضو الكبيره في الموضوع ده، ان في ناس كتيره مثلا كشاب، مثلا انت بتطمح لايه؟ بتطمح انا لما ابقى 40 سنه هيبقى عندي بيت جنب الشلال كده، وعندي زوجه، وعندنا احصنه وحيوانات مربينهم، ومزرعه في الظهر، وعايشين في تايلاند مثلا ولا حاجه زي كده. وانا 30 سنه ابقى راكب العربيه بتاعتي وعايش في فيلا ومتجوز 4 لو انت ذكر، وطموحاتك في حاجه شبه كده، انا ماليش دعوه بالموضوع ده. بس لو انت عايز تعمل حاجه زي كده، انت في فتره شبابك اللي هو تالت 10 سنين في حياتك، اللي هو من 20 ل 30، يمكن من 16 لحد 30، المفروض تاخد اكتر حاجه فيها ريسك، اكتر حاجه فيها مخاطره. اه عشان مش هتعرف بعد كده تاخد اي اه. ريسك خالص في حياتك. يعني مش اه. هينفع تاخد ريسك وانت عندك عيل طب بتصرف عليه، او ست وعيل بتصرف عليهم، فانت تاخد ريسك بايه؟ فانت ممكن تاخد ريسك بنفسك حتى لو هتموت، بس يعني انت خدت ريسك بنفسك بدل ما تاخد ريسك اه. بثلاثه. فاهمني؟ ده احسن حاجه يعني، دي اللي انا شايفه. فانت بقى المشكله بقى، لو خمنت معايا كده، احنا بنقول اكتر حاجه المفروض تاخدها، اكتر حاجه فيها مخاطره في الفتره دي، ايه اكتر حاجه فيها اقل مخاطره؟ هي الكليه، هي اه الامتحانات. دي حقيقه. عندك امتحان في شهر 5، هتعمل ايه؟ هذاكر من شهر هتذاكر. اربعه. هتذاكر من شهر هتذاكر. اربعه هقعد اذاكر لحد شهر خمسه وامتحن واطلع، خلصت، ما اعرفش اي حاجه ولا اعرف اي حاجه حقيقي والله. هي خلصت على كده، انت عندك امتحان هتذاكر له. اما امم. انت مثلا في الشغل اللي بتتكلم عليه ده، مثلا افترضنا بقيت يوتيوبر، افترضنا بقيت بيبقى قدامك كذا قرار صح. انت قدامك طريق ده صح، الطريق ده صح، الطريق ده صح، الطريق ده صح. اتذكر بقى اختار انهي طريق فيهم اللي انت هتمشي فيه، وانهي طريق انت هتخسره وتخسر معاه وقت. فهنا بتيجي حته المخاطره الكبيره، بتخاطر بوقتك بطريقه خرافيه. اما انت في الكليه، لو انت ما بتجيبش امتيازات فانت ما بتذاكرش، فلو عايز تجيب امتيازات ذاكر. فهي بسيطه على كده، الف يؤدي الى ب، ب يؤدي الى الف. فالموضوع مش محتاج حاجه اكتر من كده. بس في ناس كتيره بتنسى الموضوع ده، بتفضل مستمره في الكليه، بتفضل مستمره في الدراسه بتاعتها، فاكره ان ده هيحصل فعلا، وهيصحى من النوم هيبقى في تايلاند بقى وراح بالطياره ورجع بالطياره. انتوا ايه ده؟ انتوا عندكم حاله في البيت، انا جايب الطياره. لا، انت مش جايب الطياره للاسف، انت هتتبهدل على ما ترجع، انت معكش تمن الطياره، فاهم؟ فالموضوع دي حقيقه. مش سهل للدرجه دي. بس في ناس كتيره مثلا بتحتاس في الموضوع ده، ايه المجال اللي انا ابدا فيه، ايه الحاجه اللي انا اعملها؟ طبعا عندك في حاجات كتيره، مثلا يعني مثلا مازن اوريدي جرب التيك توك، اوريدي جرب اه. اليوتيوب، جرب انك تعمل مرش ولبس وتبيع وحاجات كتيره شبه كده. بس الحاجه اللي انا مثلا هقولها لك، انك اعمل الحاجه اللي مش مستريح لها، الحاجه اللي انت قلقان منها. مثلا انا البودكاست ده مثلا، انا ما كنتش مستريح له، انا كنت قلقان، افرض جيت تحتهت، افرض جيت ما عرفتش اقول حاجه اقولها معينه. دي اكتر حاجه هتديني خبره، دي التجربه اللي انا محتاجها. انا مش محتاج ان انا اقعد اذاكر الامتحان بكره، الكويز ده 5 درجات دول مش كفايه.
مش دول اللي هيدوني قيمه مقابل الوقت. اللي دي هيديني قيمه حقيقة. مقابل الوقت البودكاست اللي احنا بنعمله ده دلوقتي حالا، فاهمني؟ فاللي هو ناس كتيره ما بتلاحظش ده. وفوق ده كله يعني انا مثلا انا جربت التخاذل. جربت التخاذل فترات من حياتي، اقعد اتخاذل، العاب فيديو، افلام، كلنا مسلسلات. عملنا كده والله، ايوه كلنا عملنا كده، والفترة دي بوظت حاجات كتيرة. يعني انت لو ممكن لو استغليت الفترة دي كويس، بالذات الفترة دي ممكن تكون ناجح دلوقتي حقيقي والله. يعني أنا لو كنت مثلا السنة دي او السنة اللي فاتت كنت استغلتها صح من اولها لاخرها، كان زماني دلوقتي في حتة تانية. لو انا كنت مثلا استمريت على حاجة واحدة اللي هو تيك توك، انا كان زماني دلوقتي على الاقل خالص بثقة كان عندي مليون واتنين كمان، وكنت آه. بنافس ناس كبيرة جدا في المجال. ايوه الحاجه برضو اللي عايز اقولها في الموضوع ده كمان، ان في ناس كتيره مثلا ما بتلاحظش. انا مثلا انا واحد بحب اني اعرف ايه اللي غلط. عندي نوتة كده بكتب فيها ايه الحاجات التوكسيك، ايه الحاجات اللي بتضايقني، الحاجات اللي بتستفزني. قعدت ابص فيها كده والف في السنين اللي فاتوا، اكتشفت ان اسعد سنه في حياتي غالبا كانت الثانويه العامه. ليه؟ عشان كنت بشتغل فيها 24 ساعه. ايه اكتر سنه كانت حزينه بالنسبه لي؟ اكتر سنه ما اشتغلتش فيها، اكتر سنه ريحت فيها، اكتر سنه قعدت اتفرج على افلام، اكتر قعدت سنه. تلعب وتهزر، دي ايوه كانت اوحش سنة في حياتك. دايما دي بتبقى حقيقة. السنه اللي فعلا مؤلمه المحزنه هي السنه اللي انت مستريح فيها. اما السنه اللي انت بتصحى من اول ما تنام لحد ما من اول ما تصحى لحد ما تنام قاعد بتشتغل دح دح دح، سواء مذاكره، سواء شغل المجال بتاعك، مبرمج، فريلانس، وات ايفر، اي حاجه انت عايز تشتغلها، دي بتبقى اسعد ايام حياتك. انا لسه ملاحظ الموضوع ده من اسبوع. هي بيسموها وركهوليك ده يعني انت مدمن الشغل. مم. حرفيا لما انا جربت الراحه، جربت ان انا اريح، دايما بلاقيها ما فيهاش سعاده خالص. وساعات بتخش في اكتئاب، اكتئاب ايوه حاد مش اكتئاب عادي كمان. يعني انت قاعد ما بتعملش اي حاجه، بتتفرج على يوتيوب مثلا، بتتفرج اه على اي حاجه مش هتعلمك حاجه. ممكن تتفرج على جيمنج، ممكن تتفرج اه عليا انا وانا بلعب جيم، بس انا مش هعلمك حاجه. اه ممكن اقعد اهزر معاك، اقعد اضحكك شويه، بس انا مش هعلمك حاجه مفيده. فانت اهم حاجه ان انت تستغل وقتك، وتستغل اليوتيوب بالذات، وتستغل التيك توك في حاجات مفيده. يعني مثلا في ناس على التيك توك بتقول لك ازاي تسافر بره، وازاي مثلا تروح تشتغل بره، وازاي تقبل في جامعات بره. مم. وفي برضه ناس بتقول لك ازاي تبدا بيزنس من الصفر. وفي ناس كمان، ده كل ده على التيك توك، اللي هو 30 ثانيه 30 ثانيه 30 ثانيه، كل ده على التيك توك بس. اه فالتيك توك منصه كبيره جدا، وفيها صناع محتوى جامدين جدا في الوطن العربي بالذات. اه فاهم. وبرضه في اليوتيوب مليان محتوى جامد جدا. على الاقل خالص هتعرف حاجه انت بتحبها. لو انت في اي حاجه انت نفسك تعرفها هتعرفها من اليوتيوب. مش لازم تدفع مثلا مثلا الكورس الانجليزي مثلا ب 120 اه الف فاهم. جنيه لا، ومش قادر اجيبهم ازاي؟ فانت ممكن تخش على اليوتيوب مليان مم. حاجات انجليزي. يعني انت خش كيفيه تعلم انجليزي في 5 دقائق، هيقول لك الكلمات اللي انت عايز تتعلمها عشان تعرف حتى تقدر تتكلم انجليزي او تفهم الناس انجليزي. مم. فبس. فالحاجه بقى الاخيره بقى اللي انا عايز اتكلم فيها قبل ما ننهي البودكاست، علشان دي حلقه تجريبيه فمش عايزين نطور فيها، بس في حاجه انا اتعلمتها في حياتي، انك انت مش محتاج تثبت لنفسك لحد حاجه. انت في الفتره 16 امم 30 دي انت بتصحى من النوم، انا ابويا بيبص لي بصه مش تمام، انا حاسس ان انا مقصر، انا حاسس. بس انا في الفتره دي انت مش محتاج تثبت لاي حد حاجه. ايوه دي حقيقه. والحاجه بقى اللي فوق ده كله اللي عايز اتكلم عنها، ما تاجلش سعادتك. في ناس كتيره مثلا بتقعد تاجل سعادتها، لما ابقى بيدخل لي مبلغ كذا في الشهر هبقى مبسوط، انا لما ابقى اوصل 10000 سبسكرايبرز هبقى مبسوط، انا لما ابقى كذا لما ابقى كذا. لا، انت بقى مبسوط في الحاله في الوقت الحالي. ما تبقاش مبسوط بانك تقعد تتفرج على التيك توك، ده مش بساطه، ده اكتئاب. ما اه تبقاش مبسوط انك قاعد تتفرج على افلام ولا بتلعب اونلاين، ده اكتئاب ده برضه. اما بتخرج مع اصحابك مفيش مشكله، اخرج مع اصحابك. عايز تنزل السبت براحتك يا اسطى، انزل روحوا اسكندريه، روحوا الجونه، روحوا ايا يكن اللي انتوا عايزينه، روحوا الساحل، اقعدوا مع الاشرار براحتكم. اما ما تخليش السعاده بتاعتك مصدرها هي الافلام والتيك توك والحاجات اللي زي دي كده. حقيقه. يعني انا لما ببقى مثلا اليوم اللي ما بكون فاضي فيه وما بعملش اي حاجه فيه، لما بخش على التيك توك انا بحس ان انا داخل في اكتئاب خلاص حقيقي والله. يعني اه اللي هو ايه، مفيش حاجه بعملها، مفيش حد بكلمه، مفيش حد امم بهزر معاه وبضحك معاه، وما بنزلش في اه الشارع. فبحس ان انا نايم 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 لحد ما اخش في حاله اكتئاب. امم طب ليه انا ما عملتش كده من سنتين؟ طب ليه وليه وليه وليه؟ واقعد اعيط بقى امم واندب حظي اللي انا ليه ما عملتش كل ده من سنه او سنتين؟ ما انت ممكن تعمله دلوقتي. بس انت لا، انت داخل تكتئب بس مش هتعمل حاجه، انت داخل تكتئب بس. فبلاش نتفرج على التيك توك كتير. يعني ممكن مثلا عايز تتفرج عليه ونفسك هفاله ساعه، امم ساعه ونص، بالكتير قوي ساعتين، بس ما تاجلش حاجه عشان عايز تقعد على اليوتيوب، عايز تفخد على السرير يعني. اه فهي انت حاليا لو انت مثلا متضايق من حياتك وعايز تبقى اسعد، هي دي النصيحه اللي انا بديها لك. الثلاث حاجات دي
ماشي، اخرج مع اصحابك، ده مصدر السعاده بتاعتك الاسبوعيه. ما تقولش لا انا هشتغل 24 ساعه، لا ماشي مفيش مشكله، تخرج مره في الاسبوع، مرتين في الاسبوع، براحتك. تاني حاجه، شيل العادات السيئه زي تيك توك بقى، افلام، يوتيوب، اي حاجه فيها انترنت تشيلها. هي ببساطه على كده، اي حاجه فيها اقطع انترنت الراوتر. متوصله، اي حاجه فيها انترنت مجانيه، هو بيكسب من ايه؟ بيكسب من انك تقعد لمده اكبر على البلاتفورم، مده اكبر على البلاتفورم وبياخد اعلانات. فانت هي ببساطه هو بيكسب من انه يخليك تدمن البلاتفورم ده. مم. فشيل الحاجه دي كلها. وتالت حاجه، شغل 24 ساعه بس السعاده تبقى مع اصحابك. ماشي، شغل. مش هتلاقي سعاده في المرقعه ولا الراحه ولا ايا يكن اللي انت عايز تعمله، هتلاقي السعاده فعليا لما تبدا تشتغل. مم. بس على كده مش عايزين نطول عليكم، دي اول حلقه تجريبيه من قعده شباب لسه ما استقرناش على الاسم. واشوفكم الحلقه الجايه لو فيه. يلا بقى، يلا سلام باي، سلام. سلام.